السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة قلت اعمل الكنافة بطريقة يعني حلوة وجميلة ومغذية للاطفال، وفيها لبن والكلام ده. تمام. فقلت اعمل ايه؟ اجيب يا بنت كيلو نص كيلو كنافة حطيته في الفريزر. لازم يبقى الكنافة دي الطريقة دي لازم الكنافة تكون محطوطة في الفريزر. ليه؟ لازم تتفرز عشان اما تيجي تفركيها تطلع مهريه كده، تطلع يعني تحس انها عامله زي البودره في ايدك، مش بودره يعني، بس تحس انها مفرفطه كده حلو. انا بحبها كده. تمام. وهي اصلا الطريقه دي خلي بالك المعتاده برضو في المحلات، يعني هما ما بيجيبوش الكنافه تكون صبحه ويعملوها، لا بيحطوها في الفريزر لحد ما تتلج وبعدين يفرموها كده ويعملوا منها كده. تمام. في اللي هي الملفوف دي لا بقى اللي بتتعمل صبحه. تمام. لكن دي انا مش هعمل الملفوف النهارده. انا قلت اعمل ايه؟ الكنافه بالبتاع دوت اسمه ايه؟ بالبشاميل. معلش الصيام عامل عمايله بجد. على ما بخلص اصلا بحس ان دماغي خلاص. فقلت اعمل لكم الكنافه بالبشاميل النهارده. اشهد ان لا اله الا الله. مش عارفه اللي جايب سيرتي يحتار حيرتي، مش هقول اكتر من كده. فبفرك الكنافه زي ما انتم شايفين، بفركها كويس قوي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ما تنسوش الصلاه على النبي. ربنا يتقبل منا صيامنا يا رب، ويتقبل منا اعمالنا كلنا. اللهم امين يا رب العالمين. فطبعا ايه زي ما انتم شايفين كده هي متلجه قوي لدرجه ان انا ايديا كانت بتقف، بس لازم افركها وهي متلجه. ليه؟ لانك لو سبتها تفك مش هتحس انها معجنه كده، لكن انت لازم تفركيها، لازم تفرفطيها كده. تمام. عشان تطلعي الكنافه حلوه وطعمها يكون حلو وسكرها ما هواش سكر عالي ولا سكر كده، لا بتقومي جايبه 4 معالق سكر لكل ربع كيلو كنافه. بتحطي له معلقتين سكر بودره. تمام. وتقلبي بقى كل المكونات دي زي ما انت شايفاها كده لحد ما تحسي ان السكر داب مع الكنافه، يعني هو والكنافه حاجه واحده. زي ما انتم شايفين الكنافه ناعمه ازاي يا جماعه، جميله حلوه. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، بجد كانت حلوه قوي. روح وفركوها كويس، تنكوا قلبوا فيها شويه حلوين كده. تمام. وروحي جايه عاملاها اللهم صل على النبي ايه، حطاها في ما تحطيش عليها سمنه عشان ما تكلكعش منك، عشان ما تكتلش منك، لا سيبيها كده بودره وهتحط السمنه عليها في الاخر. تمام. بجيب بقى ايه بعد ما بخلص فيها فرك كده وبظبطها، بروح جايبه الصينيه اللي انا هعمل فيها الكنافه. ماشي. زي ما انتم شايفين يا جماعه اهي. وجبت الصينيه حطيت فيها معلقه سمنه وبدأت أفرد الكنافة فيها علشان أكبسها. لازم تبقى مكبوسة حلو علشان تطلع معايا مفرودة حلو. أشهد أن لا إله إلا الله. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة اهي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بتتكبس معاكي بسرعة، لكن لو حاطة السمنة عليها مسيحة السمنة وحطها عليها في قلب البولة وتيجي تفرديها تحسي انها مكلكعة، لكن هي بصي بسم الله ما شاء الله بتفرد بسرعة ومسوية وشكلها حلو. فما تحطيش السمنة الا في الاخر. تمام. ده لما تكوني هتعمليها في الفنجان بتسيحي السمنة وتحطيها عليها وتقلبيها. تمام. ادعوا لي يا جماعة الشرقة اللي عندي دي تروح، انا مش عارفة ايه الشرقة دي. وبعد كده بتفردوا السمنه عليها. طبعا انا لقيت الفرشه يعني مش هتظبط معايا، فاضطريت ان انا احط السمنه زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. بحط السمنه عليها وبفرد السمنه عليها زي ما انتم شايفين وبحطها في الفرن. لما بتستوي وتحمر بطلعها. اهم حاجه يعني الكنافه لها كذا طريقه وكل الطرق بتاعتها حلوه. انا عملتها بطريقه اللي هو دلع سكر وطريه، بحيث ان انا يعني ايه الكنافه الناشفه بحبها اوقات واوقات. تمام. لكن انا قلت اعمل الكنافه الطريه تشبع من اللي انا هعمله دلوقتي. هتلاقوا طعمها حلو قوي، جربوها وهتدعوا لي. تمام. طبعا لقيت فاضل عندي شويه كنافه، حطيت فيهم شويه في البول الازاز شويه سمنه. تمام. وحطيت عليها الايه الكنافه، وابدا بقى ايه اكبسها زي ما عملت في الصينيه التانيه. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغرب على فكره قرب، انا جهزت الفطار وخلصت كل حاجه، فقلت اعمل لكم الفيديو علشان ايه الحق انشره وكده. انا يا جماعه عايزاكم تتفاعلوا معايا بجد، يعني انا مش عارفه الصفحه نايمه ليه كده. يعني عايزه الناس تخش لايك وكومنت وشير الكلمه الحلوه يعني كده، يعني عايزين الدعم كده، ولا لازم نروح لصفح ملهاش ونقعد نمجد فيها. تمام.
ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب، اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. تمام. انا فرقت السمنه اهي زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. حلوه وجميله على فكره، دي معموله امبارح تمام، واتاكلت امبارح يعني، بسم الله ما شاء الله عليها. زي ما انتم شايفين كده. بسقيها بقى شربات، يعني انا ما بكترش الشربات في الكنافه لان هي لها طبقه تانية، طبقه اللي هي البشاميل. تمام. ممكن تعمليها بالقشطه الكدابه، ممكن تعمليها بال الجيلي. تمام. يعني لها كذا طريقه، هنعملها بكذا طريقه ان شاء الله في رمضان، وكل سنه وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ممكن تعمليها بالفواكه، يعني هي حلوه في كل حالاتها بامانه، الكنافه حلوه في كل حالاتها زي ما انتم شايفين يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. خلصت الشربات بتاعها، ابدا بقى ان انا ايه، اركنها على جنب علشان اعمل البشاميل. جبت الحله وحطيت فيها 4 معالق دقيق. تمام. وبقلبهم زي ما بكون بعمل بشاميل عادي، بس ده بحط عليه كريم شانتيه ولبن بودره والفانيليا. تمام. او بقعد اقلب، وبحط اللبن بعد ما احمر الدقيق كده في قلب الحله، في قلب السمنه. وما تكتريش سمنه عشان هي فيها السمنه بتاعتها، بسم الله ما شاء الله، يعني مش محتاجه سمنه تاني. وابدا بقى احط اللبن، او زي ما انتم شايفين يا جماعه اللبن انا كنت غلياه. تمام. او بعد ما بحط اللبن وبتبدا تتقل معايا، بكون بجهز الايه، الكريمه، وبجهز اللبن البودره في حاجه ازاز، في حاجه بلاستيك، حاجه ازاز، اي حاجه. المهم تقلبيهم بره الاول. تمام. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهوت اللبن والفانيليا والكريمه بضربهم في بعض، وبحط بحط على البشاميل 4 معالق سكر، يعني ما بكترش السكر بتاعه. زي ما انا بقول يا جماعه، ما تكتروش السكريات. تمام. خلي سكرياتك مظبوطه، يعني لا تبقى مسكره قوي ولا تبقى دلع قوي. وبقلب بقى زي ما انتم شايفين اللي هو الكريمه واللبن البودره في البتاع في البوله، وبقوم جايه حاطاهم عليه وتاني اقلب لحد ما الخليط يتقل معايا ويديني القوام اللي هتشوفوه ده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما انتم شايفين كده. طبعا الدنيا، طبعا انا اللي بصور والدنيا بتبقى بايظه، والاضاءه عندي اوقات كل شويه تنطفي، مش عارفه اعمل فيها ايه، مفيش كهرباء يجي يظبط لي الاضاءه دي. المهم بحط بقى الفانيليا اخر حاجه، الفانيليا. تمام. عشان ما تمررش منك. تمام. وتقلبي بقى القوام. شوفوا القوام عامل ازاي يا جماعه قدامكم. انا لا عايزاه تقيل قوي ولا خفيف قوي، يبقى اللي هو يعني ماسك حاله زي ما بيقولوا. وبروح جايبه الكنافه، طبعا بعد ما طلعت من الفرن وبردت وسقيتها الشربات وبردت، بروح جايه ايه، حاطه عليها الايه، البشاميل بتاعها، وبحطها في الفرن ما تحمرش قوي علشان ما تعملش قشره فوق. وعشان ما تعملش قشره معاكي، بتجيبي معلقه شربات وعليها معلقه سمنه، وتحطي على وش الايه، البشاميل. تمام. انا مش عايزاه البشاميل يحمر قوي عشان ما يعملش قشره كده وتحس انها مرره. تمام. او زي ما انتم شايفين يا بنات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. بالله عليكم تابعوا واشتركوا وقدروا التعب اللي احنا فيه عشان ربنا يكرمنا. عايزين نوصل ل20,000 على الفيس، ولسه اليوتيوب دايم خالص يا جماعة، ما تسيبوناش كده لوحدنا، زي ما بتشجعوا الناس التانية شجعونا. تمام. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اهي معلقة الشربات على معلقة سمنة، وابدأ ايه، اسقي الوش بتاع الايه، البشاميل، عشان انا مش عايزاها تحمر قوي، عشان إن لو اتلسعت منك او احمرت قوي او البتاع عملت فقاقيع كده واتحرقت، هتمرر منك، مش هتبقى طعمها حلو. تمام. هي يا دوبك بتحط في الفرن تاخد صفار بسيط كده، وبعد كده بتطلعيها علشان تحط عليها مكسرات. بصراحة يعني كانت حلوة، لا حلوة حلوة، يعني جربوها وهتدعوا لي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهو حطيتها في الفرن يا جماعه وطلعتها زي ما انتم شايفين، وما صبرتش. هي معموله بالليل عشان ما حدش يقول انت فتره يا منى، لا دي معموله من بالليل. وعملتها وظبطتها زي ما انتم شايفين. وبحط بقى الايه، المكسرات اللي انا ضربها في الكبه، فرماها في الكبه، حلو قوي ومديه طعم حلو قوي ومديه تيست حلو قوي. جربوها وهتدعوا لي. اللهم صل وسلم وبارك.